هتعمل ايه لو مفيش حد بيحبك في العالم كله لدرجة انهم حتى بيكرهوا يبصوا في وشك، وكل ده بسبب انك مختلف عنهم؟ هل هتسكت وتراقب في صمت، ولا هترد عليهم وتخليهم يحسوا باللي انت حاسس بيه؟ بتبدأ الحكاية مع شخص غريب ماشي على حبل، وبيفتكر مضايقة زمايله ليه وكرههم الشديد علشان هو مختلف عنهم، وكلهم بيتهربوا منه ومحدش بيكون عايز يتكلم معاه حتى، ولو في ناس بتبدأ تتكلم معاه فبيكونوا بيتنمروا عليه وبيقولوا له انه ليه بيصبغ شعره للون الاسود، وبيكونوا مش مائزين كلهم من شكله الغريب. وفي مكان اخر بيفوق بطل الحكاية ساكورا، وبطلنا شاب كده كاره حياته ومش بيهتم لحاجة غير القوة، ومش مهتم كمان بأي حد ضعيف. وبنلاحظ وقتها لافتة غريبة مكتوب عليها إن أي شخص هيتجاوز النقطة دي ويعمل أي مشكلة أو يدمر أي مكان هيتم طرده بواسطة بوفورن. وبينتقل بينا المشهد عند مجموعة من الشباب محاوطين بنت على جنب الطريق، وبتبدأ البنت تزعق لرئيس العصابة وبتقول له إن هم لازم يحترموا نفسهم ويسيبوها تمشي. فبيرد عليها الواد ده وبيقول لها أنت رايحة على فين كده؟ فبتقول له البنت يا ريتني كنت أقدر أسحق وشك ده بالبيض اللي معايا، ولكنك ما تستاهلش. ولكن مجموعة البلطجية دول بيبدأوا انهم يمسكوها وبيحاولوا يأذوها، ولكن قبل ما حد يقرب لها بيلاقوا واحد حاطط ايده على كتف الزعيم وبيطلع بطلنا ساكورا، واللي بيقول للولد ده يبطل اللي هو بيعمله ده ويروح في حاله، ولكن الواد ده بيقول له مالكش دعوة انت وروح في حالك. ولما بيلاقي ساكورا لسه واقف بيحاول انه يضربه، ولكن ساكورا بيرد عليه بضربة قوية جدا بتخليه نايم على الارض. وبعد ما خلص على باقي الفرقه لوحده بيقول ساكورا لزعيمهم انت ايه اللي بيخليك تفتكر ان انت قوي كده؟ وبيمسكه بعد كده وبيقول له خليك فاكر اسمي وشكلي كويس. وبصراحه بقى ده شكل ما يتنسيش ابدا، وبيعرفوا انه من ثانويه فورن ومستعد ليهم في اي وقت. وبعدين بياخد نفسه وبيمشي من المكان بكل هدوء، ولكن وقتها البنت بتنادي عليه وبتروح لغايه عنده وبتشكره كمان على اللي هو عمله معاها. فبطلنا بيستغرب جدا وبيقول لها هو انت قصدك عليا انا؟ فبترد عليه البنت وبتقول له هو انت شايف مين غيرك هنا؟ فبينفجر بطلنا من الكسوف وبيقول لها انه ما كانش عايز ينقذها ولا حاجه، او لا سمح الله يعني هو بس ما كانش طايق الولد ده. فبترد عليه البنت وبتقول له مش مهم، بقول لك ايه انت جعان مش كده؟ وبالفعل بتعزمه على الاكل، وهو بيروح معاها وبتقدم له الاكل وبيعرفها انه يبقى من خارج البلده. فبتتفاجئ البنت وبتقول له انه من النادر ان الشخص يجي البلده دي. فبيرد عليها ساكورا وبيقول لها انه فعلا متوحد وشكله غريب، في حاجه بقى في كده؟ فبتهديه البنت وبتقول له انها مش قصدها عليه، وبتعرفه ان في الفتره الاخيره البلده اللي هم فيها حاليا مش امنه بسبب القتالات وحرب العصابات بين مختلف الفرق والجماعات، واكيد حاجه زي كده بتخلي الناس ما يقربوش من البلد. وبتعرفه كمان على نفسها وبتقول له ان اسمها كوتوها. فبيتفاجئ ساكورا جدا منها لانه في العاده الناس كلها بتتجنبه، ودلوقتي هي جايه له وودوده جدا معاه، وغير كده كمان هي مقدمه له اكل. فبياكل ساكورا وهو متضايق، ولكن الاكل بيعجبه جدا. ولما بيسالها اذا كان ينفع ياخد منها وجبه خارجيه ولا لا، البنت بتقول له لا يا باشا ما ينفعش. وبتكمل كلامها وبتقول له ان شكله غريب جدا لان كل نص منه بلون مختلف عن التاني، وبتقول له انت اكيد ما صبغت شعرك وحطيت عدسات ملونه وكده. فبيبدا بطلنا يتضايق وبيقول لها في مانع ولا ايه؟ ولكن كوتوها بتقرب منه من غير ما تسمع كلامه وبتقول له انه شكله حلو قوي. فبيتفزع ساكورا وبيقوم من مكانه بسرعه وبيقول لها انت عايزه تتخانقي ولا ايه؟ فبتقول له كوتوها انها ما كانتش بتبص عليه علشان عايزه انها تتخانق. فبيقول لها ساكورا انها غريبه جدا لان معظم الناس بيقرفوا منه وبيكرهوه في العاده من غير ما حد يسمعه حتى. فبتقول له كوتوها انها معتاده على انها تشوف حاجات اكتر جنون منه. فبيقول لها ان المظهر مش مهم في القتال، علشان كده هو جه هنا لمدرسه فورن لان في المدرسه دي في صراعات جامده جدا، وكل يوم مليء بالصراعات واسقاط الاخرين وكمان معارك يوميه، وهو بقى عايز يتربع على القمه من وسط ده كله. ولكن كوتوها بتقول له ان الموضوع هيبقى صعب عليك جدا وانت لسه طالب صغير كده. فبيعرفها ساكورا انه كان دايما من اقل الناس والناس كلها بتتنمر عليه، ولكنه هيقاتل علشان يكون ليه قيمه في المدرسه الجديده اللي معروفه بثانويه الجانحين. وبما انه هيدخل قتالات وهيقع
هيقع في مشاكل كتيرة فهو كده هيكون مبسوط على الآخر. ولكن بيقاطعوا كلام كوتوها اللي بتقوله إن الظاهر كده واخد فكرة وحشة خالص عن المدينة دي، ده غير إنه لابس لبس المدرسة من دلوقتي مع إن أول يوم دراسي لسه بكرة. فبطلنا طبعا بيكون محرج جدا من اللي هو بيسمعه ده، وبيقعد يقول لها إنه مش مهتم يعني والكلام ده كله، والبت بتقول له مصدقاك وبتقعد تتريق عليه وبتهزر معاه. وساكورا كان قاعد يزعق وهو مكسوف، ووقتها بيقطعهم زبون عجوز كده خارج من المطعم، وبيعرف كوتوها إن حساب الطلبات اللي هو أخدها موجودة على الترابيزة وكان لسه هيمشي، ولكن بيلاقي ساكورا بيقول له إن نسي الشنطة دي وبيديها له. فبيشكره العجوز جدا وبيقول له إنه تقريبا كده شكله كبر وخرف ولا إيه. وبعدين بنشوف ساكورا وهو ماشي في الشارع وبيكون بيبص على الحلويات اللي في إيده، وبيفتكر وقتها إنه لما ادى للعجوز حاجات وقعد يشكره واداله كمان الحلاوة اللي في إيده دي، لأن الشنطة اللي اداها له كانت غالية عليه جدا لأنها هدية لحفيده الصغير. وطبعا حاجة زي كده بتخلي ساكورا وشه كله يحمر، ولما كوتوها بتشوفه بتسأله انت ليه وشك احمر كده، فبيرد عليها وهو متعصب وبيقول لها اسكتي احسن، وبيعرفها ان المدينة دي كل اللي فيها اكيد مجانين، يعني هو لابس لبس المدرسة المعروفة انها الاكتر مشاكل وكلها مجموعة من العصابات، ودلوقتي العجوز ده جاي يديني حلاوة. وبيقعد يتكلم وبيقول لها ان هم المفروض اول ما شافوه كده كانوا يزعقوا له ويخافوا منه كده، ولكن كوتوها على عكس المتوقع بتقول له انه مستحيل يبقى في مدرسة فورن بسبب التفكير ده، وبتعرفه ان بوضعه ده مستحيل ان حد في مدرسة فورن ينافسه او يتحداه. وبيتفاجأ ساكورا منها وبيقول لها انه قوي جدا واكيد طبعا في اشخاص كتيرة هيتحدوه في المدرسة. ووقتها كوتوها بتقطعه وبتقول له انه ممكن يكون فعلا قوي ولكن مستحيل يكون رقم واحد في مدرسة فورن، وده مش علشان هو ضعيف ولكن علشان هو وحيد وما عندوش اصحاب. ولما ساكورا بيسمع كلامها بيفتكر حاجات من الماضي وبيغضب جدا وبيقول لها انه مش ضعيف علشان يعتمد على حد تاني، وبعد كده بيسيبها وبيمشي. وكوتوها بتقول له وهو خارج انها ما بتتكلمش على قوته الجسديه وان الافضل له انه يتعرف على اشخاص من ثانويه فورن علشان يبقى اقوى. وبره في الشارع بنشوف اشخاص بيكسروا المكان وبيدمروا اي حاجه في طريقهم، كل ده وساكورا بيكون ماشي بيفكر في كلام كوتوها. ووقتها بيوقفوا الولد اللي هو ضربه ده ومسح بكرامته الارض، وبيكون هو ده زعيم العصابه، وبيقول له انه بيدور عليه بقاله فتره كبيره علشان يرد له اللي عمله فيه. ولكن ساكورا ما بيكونش همه وبيكمل طريقه اكنه مش شايفه، بس الزعيم بيوقفه وبيقول له يعني انت اللي طلبت مني ان انا احفظ شكلك ودلوقتي بقى انت اللي بتتهرب مني، بس ما تقلقش من اي حاجه، واحد بالمنظر ده اكيد مش هنسى شكله. وبيفضل زعيم المتنمرين يستهزأ بيه وبشكله اللي كل نص فيه مختلف عن التاني. ووقتها ساكورا بيكون جاب اخره منه وبيقول له ان ده هو المتوقع والمفروض ده هو اللي يحصل معاه زي ما بيحصل دايما، وبيقول في نفسه انه مش هيستسلم وهيوصل للقمه حتى وهو وحيد. واثناء ما الواد ده عمال يتفاخر بعصابته ساكورا بيديله ضربه بتوقع له صف اسنانه، وبيقول ساكورا في نفسه انه ما عملش حاجه علشان يقعد يتنمر عليه، وبينطلق بكل غضب وبينزل في العصابه كلها طحن، وبيقدر كمان انه يتفادى هجماتهم وبيراوغهم بكل براعه، وبيقدر كمان يخلص على عدد كبير منهم وحرفيا محدش قادر عليه. في نفس الوقت ده كوتوها بتسمع صوت ضرب جاي من بره، وبيكون في واحد منهم اللي ساكورا ضربهم بيهرب من المكان، ولما بيشوف كوتوها بياخدها رهينه وبيقول لساكورا يوقف اللي هو بيعمله ده والا هيخلص عليها. وطبعا حاجه زي كده ما بيتوقفش ساكورا وبيخلص كمان على كل اللي حواليه، وبيروح كمان وبيضرب الولد ده. فبتشكر كوتوها لانه انقذها للمره الثانيه، فبيقول لها ساكورا انه ما عملش كده علشان بيحميها وانما عمل كده علشان هو كان متضايق منه لانه استخدم السكينه في القتل. وبيتحدى باقي الموجودين وبيقول لهم ان هم مش عارفين يعملوا حاجه قدامه، ولما الواد اللي هو لسه ضربه ده بيحاول يغفله بيديله بالرجل بقى وبيرزعه في الجدار، ووقتها بتتجمع عليه باقي العصابه. ولكن على الرغم من كده هو بيكون محاصر لانه مضطر يحمي كوتوها وسط القتالات دي، وبكده الوضع يبقى صعب عليه وبيقعد يفكر هيعمل ايه ويخرج كمان ازاي من الموقف ده. وكوتوها بتكون مرعوبه من اللي هي شايفاه، وساكورا بيقول في نفسه ان حمايه الاخرين بتاذيه هو في الاخر علشان كده هو بيفضل يبقى وحيد. وفي وسط القتالات دي واحد بيمسك السكينه وبيهجم على ساكورا وبيعوره في رجله، فما بيلحقش ساكورا ان يشوف رجله لان في شخص تاني بيهجم عليه. وفي وسط القتال في واحد بيمسك السكينه وبيهجم على ساكورا وبيعوره في رجله،
فما بيلحقش ساكورا انه يشوف رجله لان في شخص تاني بيهجم عليه بمضرب البيسبول، وخلاص مضرب البيسبول هينزل على دماغه، فبيقفل ساكورا عينه علشان يستقبل قوة الضربة. ولما بيفتح عينه بيلاقي ان في شخص واخد الضربة مكانه، وبيتكلم شخص اللي لابس نفس ملابس المدرسة بتاعته، وبيشكره انه انقذ كوتوها، وبيقول لكوتوها انها ما تقولش لاخوها على اللي حصل، وبيمسك الواد اللي ضربه بالمضرب وبيخلص عليه بضربة واحدة. ده غير كمان انه بيتني مضرب البيسبول بايده، وبيقول لهم ان هو هيطحنهم النهارده. وكمان بيكون معاه مجموعة من الطلاب اللي بيقولوا ان عددهم قليل قوي كده ليه، وساكورا اللي بيكون شايف ده كله بيكون متفاجئ جدا، وبيلاحظ الطلاب ان الشخص اللي تنى المطرب ده بيكون هيراجي اللي بيسمعوا عنه، وبيقرر ان هم يهجموا عليهم لان عددهم اكتر منهم، ولكن طلاب فورن بيعملوا معاهم الواجب وزياده، ومحدش حرفيا بيبقى قادر عليهم. ولما واحد فيهم بيحاول يهجم على ساكورا بيجي هيراجي وبيتصدى له، وبيقول لساكورا طالما هو مجروح يبقى لازم يبعد عن ساحه القتال. فبيتعصب عليه ساكورا وبيقول له ان هم لازم يتراجعوا لان الناس دول فارسته هو، ولكن هيراجي ما بيحطش في دماغه وبيقول له يقف في مكانه علشان يقدر يحميه، وبيبداوا يخلصوا على كل اللي فاضل منهم. وكمان بيخرج المدنيين وبيبداوا ان هم يهتفوا لطلاب ثانويه فورن علشان يقضوا على المتنمرين، وساكورا بيكون واقف مصدوم منهم لانهم اساسا المفروض يعملوا عكس كده. فبتشرح كوتوها وبتقول ان بعد ما البلد اتملت بالعصابات والدمار بينهم بنروح لفتره صغيره وبالتحديدا سنتين، وبنشوف الاشخاص اللي حموا البلد وخلصوا الناس من العصابات هم طلاب فورن. واول حاجه عملوها انهم حطوا لوحه على بوابه المدينه ومكتوب فيها ان اي شخص هيتجاوز النقطه دي ويعمل اي مشكله او يدمر اي مكان هيتم طرده بواسطه بوفورن. وبيزعق فيهم هيراجي وبيقول لهم انتوا ما قراتوش اللافته اللي مكتوبه ولا ايه؟ وبنعرف ان سكان المدينه بدل ما يسموا ثانويه فورن بالاسم ده سموها ثانويه بوفرن، واللي معناها هو حامي الحي. وبعدها بيجتمع المدنيين وبيشكروا الطلاب على حمايتهم، وساكورا بيبقى واقف ومصدوم من اللي بيحصل. فكوتوها بتقول له ان الظاهر كده ان الفكر الغلط اللي كانت عنده اتصلحت، وده لانهم مش مجرد عصابه وخلاص انما كمان حماة الحي ومحبوبين كمان من المدينه كلها كانهم ابطال المدينه. ولما بيكون على وشك الانفجار من الغضب بيلاقي سكان القريه جين وبيشكروا وبيعرفوا انه كان رائع جدا وهو بيقاتل في الاول، وبتقرب منه عجوزه كده علشان تعالج الجرح بتاعه، فبيصرخ ساكورا بصوت عالي جدا وكل الناس بتنتبه، ولكن كوتوها بتتدخل وبتقرب منه وبتقول له انها عارفه انه وحيد وانه اكيد ما اختارش انه يبقى في الوحده دي، ولكنه ما بيقولش لان سكان المدينه هيتعودوا عليك مع مرور الوقت، وبكده مش هتحس بالوحده ابدا وهتعالجه على طول. فساكورا بيبدا يزعق وبيقول انه مش محتاج لاي حد، وكوتوها بتساله امال ليه ساعدت العجوز لما نسي حاجاته وليه بقى انقذها من المتنمرين، وبتقول له انه لازم ما يفقدش الامل في الناس لان مش كل الناس زي بعض، وبتطلب منه انه هو ما ييأسش ابدا. فبيبص لها ساكورا كده وهو مش متقبل الوضع. وتاني يوم بنشوف كوتوها وهي مشغله ساكورا يشيل العواجيز ويجيبهم للمحل ده، فبيتضايق ساكورا وبيقعد يصيح شويه كالعاده، والست العجوزه بتقعد هي كمان تشتكي ان ساكورا كان ماشي بسرعه وما كانش شايلها كويس. وبعدها بيقعد ساكورا مع كوتوها ياكل، واللي بنعرف منها ان ساكورا فرحان جدا علشان داخل المدرسه، وكالعاده بيقعد يصيح وما بيبينش انه فرحان او اي حاجه. فبتستغل كوتوها النقطه دي وبتقعد تضحك شويه عليه، ووقتها بيقطع الحديث ده واحد داخل من الباب وباين عليه الشياكه ولابس زي مدرسه فورن، واول ما بيدخل بيقع على وشه على طول ولكنه بيقوم من تاني ولا اكن حاجه حصلت، وبيبقى فرحان بالزي الجديد لغايه ما ساكورا بيقول له يا عم بطل عبط بقى وشيل التيكت اللي عليه الاول. فوقتها بيتحرج الولد وبيشيله فعلا، وبنعرف ان الولد ده اسمه ناري وبيكون زي ساكورا بالظبط ولسه يا دوبك مقدم في مدرسه فورن. وعلى طول بيروح لساكورا وبيقول له انه ما شافهوش قبل كده واكيد هو من خارج البلد، فبيقلب ساكورا وشه وبيقول له انه فعلا من بره البلد. فبيساله نيري انت ايه اللي جايبك هنا وايه كمان هدفك من مدرسه فورن؟ فبيرد عليه ساكورا بكل تكبر انه هنا علشان يكون الاقوى فيها، وطبعا بيقعد يضحك عليه وبيسخر منه هو وكوتوها. فبيتعصب ساكورا جدا وبيقول له تمام يا باشا انت لو عايز تجرب قوتي تعالى لي بره. ولكن وقتها الولد بينسحب وبيقول له انه ناسي حاجه ولازم يروح يجيبها، وفعلا بيهرب على طول. ومفيش ثواني
ثواني كده وبيخرج ساكورا، وفي وسط ما هو ماشي بيلاقي البياعين عمالين يعزموا عليه باكل وشرب، وده علشان شافوه وهو بيحمل حي من فتره. وبعد كده ساكورا بيلاقي نفسه ماشي وشايل حاجات كتيره جدا، وهو حتى مش عارف ايه اللي حطه في الموقف ده، وبيكون مستغرب جدا من رد فعل الناس دي، وبيقول ان دول اكيد ما كانش فيه اي تفسير غير كده، وبيقول في نفسه ان عمر ما حد عامله بالطريقه دي قبل كده، وبيفتكر معامله اهل القريه الطيبين. وفجاه بتيجي واحده من وراه وبتخضه وبتقول له انه لازم يلحقها بسرعه لان في ناس كانوا عايزين يتعرضوا لها، ولكن في واحد دخل ولابس لبس مدرسه فورن زيك وهو حاليا مش قادر عليهم. وفعلا بنشوف الشخص اللي هي بتتكلم عليه ده اللي بيطلع ناري، وفعلا بيكون بيتضرب بس ومش قادر يعمل اي حاجه، وبيقعد العيال دول يتنمروا عليهم ويهينوا فيه هو ومدرسته، وكانوا لسه سايبينه وبيمشوا علشان يدوروا على البنت تاني. بيقوم ناري وبيمسك في الواد وبيقول له انه مش هيسيبه يمشي من هنا، وبيقول له ان اي شخص هيتجاوز النقطه دي ويعمل اي مشكله او يدمر اي مكان هيتم طرده بواسطه بو فورن. هو ده بقى شعارنا وقتها. فالواد بيتعصب منه وبيرميه على الارض تاني، ولكن ناري ما بيستسلمش، والواد بيقوم وبيمسك فيه تاني وبيتعصب الواد ده، وكان لسه هيضربه تاني بيلاقي اللي جاي وبيديله في وشه. وبنشوف ساكورا وصل للمكان، وفي اقل من ثواني كان خلص على الباقي. وناري اللي بيكون على الارض مش مصدق اللي هو شايفه ده، لان الواد بيعيط وبيشكر ساكورا لانه انقذه، وبيقول له ساكورا ما تشكرنيش، انا اصلا من الاول مش جاي علشان انقذك ولا حاجه، انا بس ما بحبش الاشخاص اللي عاملين نفسهم اقوياء. فبيقول له ناري انه عارف انه ضعيف جدا وان امله فيه كده قل جدا، وبيروح عليه ساكورا وبيقول له طالما انت ضعيف ايه اللي جابك فورن. وبيعرفوا ناري الحكايه وانه لما كان صغير الناس كلها كانت بتتنمر عليه، ولكن في احد المرات تدخل واحد وانقذه، وكان لابس زي مدرسه فورن، ومن وقتها وهو نفسه يبقى واحد منهم ويكون زيهم، ولكنه لسه على الرغم من كده ضعيف زي ما هو. فبيقول له ساكورا خلاص بقى هو مش ضعيف للدرجه دي. ووقتها كمان البنت اللي كانت السبب في كل ده بتعتذر ليهم هما الاتنين وبتشكرهم. ووقتها ناري شخصيته بتتغير 180 درجه مع ساكورا، وبيقول له انه عايز يعرف كل حاجه عنه سواء طوله ووزنه واي حاجه يعني ليها علاقه بيه. فبيتعصب ساكورا وبيديله فوق دماغه كده وبيقول له بطل لعب العيال ده. فبيعرفوا ناري انه بيحب يجمع المعلومات عن اي شخص هو معجب بيه، واي حاجه هو عايزها في المدينه يقولها له وهو هيعرفه عليها. وبعدها بشويه بيروح للمدرسه وبيلاقوا ورقه للطلاب الجدد علشان يعرفوا فيها هم في انهي فصل ومع مين يعني وكده، وبيطلع ان ساكورا وناري مع بعض في الفصل، وده بيخلي ناري فرحان جدا، ولكنه بيتصدم وتعابير وجهه بتتقلب فجاه لما بيلاقي حد معين مكتوب انه معاهم في الفصل. وقبل ما يدخلوا للفصل ناري بيقول لساكورا ان لازم يضحك في وش الطلاب وما يحاولش يعمل مشاكل مع اي حد، وده لانه غريب عن المكان، ولو اي حد عرف كده فالمدرسه كلها هتتقلب ضده، ولكنه ما كانش عارف هو بيتكلم مع مين. الواد ساكورا اساسا كان بيعمل احماء علشان يجهز لاي حاجه تحصل، وعلى طول بيدخلوا للفصل، وطبعا كل اللي موجودين بيبداوا يبصوا له، والمكان كانه مجتمع للعصابات مش فصل ابدا. وقتها بيتقدم واحد اسمه سيو وبيتعرف على ساكورا، وبيقول له انه اتعرف جدا بعد اللي عمله في الشارع امبارح. ووقتها ساكورا من غير تفاهم بيجهز لاي معركه، وبيقول له انت عايز ايه. وقتها سيو بيقول له لا انت كنت جامد امبارح برافو عليك والله. فوقتها كل اللي موجودين في الفصل بيسالوه هو عمل ايه امبارح، فبيعرفهم سيو القصه كلها، وبيعرفهم انه كان بطل العركه امبارح. ووقتها كل الطلاب بيقوموا علشان يحيوه وبيهزروا معاه وكانهم عارفينه من زمان، لغايه ما واحد فيهم بيساله هو جاي هنا يعمل ايه. فبيرد عليه ساكورا بالمعتاد انه جاي هنا علشان يبقى الاقوى. ووقتها بيعم الصمت في المكان كله وكلهم بداوا يبصوا له، وفجاه من العدم كده كرسي بيتحدف عليه وبيعدي من قدامه، وبيظهر لنا شخص غريب وبيبان انه قوي فعلا غير الناس اللي واجههم ساكورا قبل كده. ووقتها ساكورا بيقول له انه شكله جامد شويه، ما يلا بينا بقى نبدا المعركه. وفجاه الولد بيهجم من غير تفاهم وبيدمر المكان، والشخص ده اسمه كيوتارو، وبيقفوا هما الاتنين قدام بعض وبيستعدوا للقتال. ولكن الولد ده اللي اسمه سيو بيقول لساكورا ان خصمه هو كيوتارو ومش هيعرف يعمل حاجه قصاده، ولسه ما كملش الكلمه بيلاقي كيوتارو بيهجم عليه ولكن بيتفادى الضربه. وبيكمل سيو كلامه بيقول له انت غلطت ان انت قلت كده قدام كيوتارو بالذات، لانه من وهو في الاعداديه كان بيزور المكان ده كتير جدا، وكان الشخص الوحيد اللي بيسمح له انه يقول انه من بو فورن
قبل دخول الثانويه. فبصراحه كده الواد قاعد يولع الدنيا بكلامه وبيحط البنزين جنب النار. المهم بيتكلم واحد من الطلاب وبيقول لهم ان هم لازم يوقفوا والا هيقتل ساكورا، ولكنهم ما اخدوش بالهم ان لغايه دلوقتي ما فيش ولا ضربه جت فيه. الواد شغال يتفادى في الضربات بكل براعه، واخر ما زهق بيتفادى ضربته وبيردها له بكل قوه. وكل اللي في المكان اتصدم جدا، هو مش ده برضه اللي انتوا كنتوا عمالين تطبلوا له من الصبح؟ وبيقول له ساكورا انه ما بيعرفش يفكر من نفسه وياخد اي قرار، وشخص زيه كده من المستحيل انه يقدر عليه. فبيتعصب كيوتارو جدا منه، ونيري بيقول لساكورا ما تعصبوش اكتر من كده. ولكن الاتنين ما حدش منهم بيسمع الكلام وبيهجموا تاني على بعض. بس المره دي بيطلع صوت من السماعه اللي وراهم وبيبدا يتكلم، وقتها الكل بيقف عن اللي بيعمله علشان يسمعوا، وحرفيا انتباه من حديد ومحدش عينه بترمش. والشخص اللي بيتكلم بيقول لهم اللي عايز يتكلم عادي، مش لازم يصيح كده. فبيقول ساكورا هو مين الشخص ده؟ ده قطع استمتاعنا في الوقت اللي بدأت فيه المتعة. فبيبص لكيوتارو وبيقول له يلا نكمل، ولكن كيوتارو بيكون مركز بمعنى الكلمة، وكل اللي في الغرفة بيكونوا مستنيين كلمة الشخص ده، وده اللي بيخلي ساكورا يتساءل مين اساسا الشخص ده. وبيكمل الشخص كلامه وبيقول له انه انا ابقى ممثل بوفورن واسمي هو هاجيمي اوميميا. وساكورا اول ما سمع كده انصدم جدا، لانه ادرك ان الشخص اللي على قمة فورن بنفسه هو اللي بيتكلم. ولكن بتيجي الصدمة وبيقول لهم انه نسي اساسا هو كان عايز يقول ايه. وبعد كده بدأ يتكلم بجد، وبيقول لهم ان هم قطعوا كل المسافة دي للثانوية، فلازم يصنعوا الكثير من الذكريات ويخلوا لحياتهم معنى. وطبعا بوجود اشخاص كتيرة فاكيد مش كلكم هتنسجموا مع بعض بكل سهولة، واكيد برضو في حاجات كتيرة هتحصل قريب، واكيد يعني محدش فيهم اتخانق ولا مسكوا في بعض طبعا من اول اليوم. فبيبدأ كيوتارو يشيل الدم اللي على وشه، ولكن سيو بيقول له انه كل شافه. فساكورا بيتعصب وبيقول انه هو اللي هجم عليه الاول. وبيتكلم اوميميا بكل جدية وبيقول لهم لازم يحموا البلد، وان الاسم اللي منحنا اياه هو حماة فورن او حماة البلدة. وبيقول لهم لازم يفتخروا بالاسم ده ويحموا الناس وملكياتهم ومعتقداتهم، ويحموا كمان كل ما هو مهم ليهم، وهي دي القاعدة الوحيدة اللي هنا. وبصوت واحد الكل بيقول له تمام يا قائد. فبيهنيهم اوميميا، وبعدها بيقول لهم انه هيسيب الباقي ليهم. وبيبدأ الطلاب يتكلموا وبيعجبهم الخطاب جدا جدا، وقد ايه اوميميا ده جامد جدا. ووقتها بيبدأ ساكورا يتساءل عن اي نوع من الاشخاص هو اوميميا. وبيجي سيو لساكورا وكيوتارو وبيقول لهم ايه رأيكم تتصالحوا بقى دلوقتي؟ يعني سلموا على بعض يا عم واعقدوا هدنة مع بعض. فبيتعصب ساكورا وبيقول ليه نعمل كده ولا نتصالح اصلا من الاساس؟ احنا حتى لسه ما حسمناش النتيجة وعرفنا مين هو القوي، وغير كده فهو اللي هاجمني الاول. وبيقول لسيو بما انك عايز تكون على القمة فلازم حاجة زي كده تكون تافهة بالنسبة لك. وبيبص لكيوتارو كده وبيقول له تفتكر لو اوميميا سمع باللي انت عملته وانك كمان هجمت على زميلك في الفصل تفتكر بقى هيقول ايه وقتها؟ وبيمد كيوتارو ايده وقتها وهو متضايق علشان يصالح ساكورا. فبيتفاجئ ساكورا جدا وبيقول انه من ساعة ما جه القرية هنا وهو حاسس بشعور غريب، وفعلا بيتصافحوا وبيصالحوا بعض. ولكن في الحقيقة كانوا هما الاتنين بيضغطوا على ايد بعض بكل قوة، والاتنين بيكونوا اقوياء فعلا. وبعدها كل الطلاب بيجروا على ساكورا علشان يحيوه، ولكن ومن الطبيعي ان ساكورا بيتضايق. ولكن الطلاب بيبداوا يعملوا كل ده عادي، وبيقولوا له انه شخص مذهل، وده لانه قدر يصيب كيوتارو بضربه وعرفوه انه قوي جدا. وبيفكر ساكورا مع نفسه انه ما كانش يقدر يعمل اي حاجه من دي لغايه ما جه البلده دي، والظاهر كده انه بدا فعلا يتغير. فبيبتسم وبيقوم هو وبيهزر معاهم بطريقته، ووقتها بيدخل عليهم واحد وبيقول لهم احنا هننطلق دلوقتي، يلا بقى اخرجوا. فبيقول ساكورا ان هم لسه واصلين للفصل حالا، ومين ده اساسا؟ وفي ثانيه بنلاقيهم قاعدين بيدهنوا الجدار، وساكورا طبعا بيكون في حاله صدمه وبيقول انا بس ايه اللي جابني هنا؟ حتى سيو بيجي ومعاه دهان تاني علشان يستخدمه، وساكورا حرفيا بيبقى مصدوم. وبنرجع شويه بالزمن علشان نشوف ايه اللي حصل، وبيقول لهم ساكورا ان هم لسه داخلين، فايه اللي حصل بقى علشان ينزلوا هنا؟ فبيزعق له الشخص ده وبيقول له امشي بسرعه بقى والا هنتعاقب، وهو كمان
كمان هيتعاقب. وفجأة بيلاقوا اللي بيزعق من بعيد وبيقول لهم يسرعوا شوية، وبيكمل كلامه وبيقول لهم ان هم استغرقوا 7 دقايق و48 ثانية و26 جزء من الثانية علشان يخرجوا بس. وبنعرف ان الشخص ده هو هيراجي من خناقة المرة اللي فاتت، وبيقول لهم ان الاطفال اللي في الحضانة بيتحركوا اسرع منهم. وبيتعرف على ساكورا على طول وبيقول ان هو ده الشخص اللي انقذ فتاة المقهى امبارح. فبيتفاجئ نيريو بيقول له هو انت قصدك كيتارو؟ ولكن قبل ما يجاوب عليه بيجي هيراجي وبيمسكه وبيسحبه وبيرميه لبعيد. فبيقوم ساكورا وهو متعصب وبيقول له انت عايز ايه مني؟ فبيزعق هيراجي وبيقول له انه قال له ما يقولش لحد ان كوتوها كانت هناك، وبيقول له ان لو حد اكتشف ان كوتوها كانت في خطر فهم هيدفعوا الثمن غالي جدا. وبيقول له اعمل اللي قلت لك عليه وكوتوها ما كانتش هناك، واوعى تتكلم مع حد على الموضوع ده والا فانا اللي هخليك تجيب دم من كل حته. والظاهر كده ان الموضوع في وبياخد بعدها اقراص علشان بطنه اللي كانت بتوجعه. وبيقول له انا مش عارف انت ليه جيت للبلد دي، ولكن انت انتهى بيك الطريق لمكان بيرأسه قائد سخيف زي حالاتي. فبيقف ساكورا كالعاده ومش فاهم ولا كلمه من اللي هيراجي قاله. وبعدها نيري بيسالهم ما كانوا بيتكلموا على ايه، فبيقول له ساكورا ولا حاجه يا عم، ده غضبان من غير اي سبب. وبدا كمان انه ياخد الدواء بتاع المعده. ده فعلا طلع شخص غريب الاطوار. وعلى طول نيري بيدون الكلام ده معاه في الكراسه اللي معاه. ولما ساكورا بيساله هو ليه بيعمل كده بيقول له ان هيراجي ده يبقى واحد من ملوك المدرسه الاربعه في بوفورين، يعني من الاخر كده في قمه بوفورين موجود اوميميا وتحته بقى الملوك الاربعه، وكل واحد منهم هو بمثابه القائد لكل صف في كل السنوات الدراسيه الثلاثه. فبيقول له ساكورا يعني كده احنا فريق واحد لاننا في الصف الاول. فبيرد عليه نيري وبيقول له لا يا باشا، الصفوف هنا معناها انك تحت واحد من الملوك الاربعه واحنا بقى في فريق تامون. فبيقول لهم هيراجي بعد كده يتقسموا لفريق من 4 أو 5 اشخاص، وكل مجموعه هيكون لها طالب من سنه تانية وتالتة كمشرف ليهم. وبس بقى من غير اي كلام يلا بينا ننطلق. وبيقول لساكورا هنروح على فين يا عم انت؟ قال له يا عم امشي معايا من سكات واحنا رايحين دلوقتي لدوريه في البلده. وساكورا بيقول له انه ما عندهوش اي مانع في كده، بس هو ليه لازم يكون مع الشخص ده؟ فبيعرفوا هيراجي انه طلب من اوميميا نفسه انه يراقبهم، وبيساله هو انتوا اتخانقتوا من دلوقتي مش كده ولا ايه؟ وعلى طول بيقول ساكورا ان هو اللي بدأ، فعلشان كده انا ضربته. وكانوا هما الاتنين هيمسكوا في بعض من تاني لولا تدخل هيراجي وفرق بينهم. وبيقول ساكورا ان هما بيتمشوا وخلاص دي مش دوريه اصلا، وانهم بقى لو عايزين يحموا البلده فالاحسن ليهم ان هما يدوروا على الاشخاص اللي بينشروا الفساد ويسحقوهم. فبيقول له هيراجي هو انت غبي ولا ايه؟ وقتها طبعا هتكون بتعتدي عليهم مش بتحمي البلده. وده بقى المعنى من اننا بنتمشى هنا. لما بنتمشى بالزي المدرسي فده بيخلي كتير من الفرق الصغيره بعيد، ومعاركنا ما هي الا عباره عن معارك لحمايه الاخرين، احنا مش مضطرين للبدء ابدا بالتصرف ده. فبيقول له ساكورا ان الوضع فعلا طلع ممل جدا. فبيرد عليه هيراجي وبيقول له ان هو الممل لو كان كل اللي بيفكر فيه هو القتال. ووقتها بيلاقي عجوز طالع على سلم كده، فبيروح على طول وبيساعدها، وبيقول لجلة الاغبياء دول ييجوا معاه. واللي خلاهم في الموقف اللي هم فيه ده ان الراجل ده هو اللي طلب مساعدتهم. فبيتعصب ساكورا جدا وبيقول له ايه هو ده؟ فبيرد عليه نيري وبيقول له ان ده جزء من عملهم كبوفورين، لازم يخلصوا المطلوب منهم. وبالفعل المدير بعد ما بيخلصوا بيشكرهم وبيديهم حاجات علشان ياكلوها. وبعدها بيقول هيراجي لساكورا هو انت ما بتستمتعش الا بالقتالات مش كده ولا ايه؟ انا فاهم قصدك على فكره لان احنا كنا زيك في الماضي، ولكن الوضع اتغير دلوقتي ومساعده الاخرين على فكره شيء ممتع برضه. وبيفضلوا ماشيين لغايه ما بيوصلوا لمحطه السكه الحديد، وبيشوفوا وقتها شعار لكلب مرسوم. وبيقول ساكورا انه قبيح جدا، وعلى طول نيري بيقول له وطي صوتك وما تقولش الكلام ده هنا، احنا مش عارفين اصلا الاشخاص دول هيكونوا فين. وبيقول لساكورا قصدك ايه بالاشخاص دول؟ فبيعرفوا ان هي دي الحدود الفاصله بين منطقه بوفورين والفريق التاني، ومش لازم اننا نتسبب في مشكله ابدا في الطرف التاني من السكه، لان زي ما بلدتنا ليها قانون فالبلاد التانيه برضو ليها قانون. والفريق اللي بيدير المنطقه دي هو الشيشتورين او ما يعرف بانصار القوه. فبيبتسم ساكورا وبيقول له عجبني الموضوع ده. ووقتها بيسمع صوت جاي من هناك والشخص بيجري وبيجري وراه اشخاص لابسين زي شيشتورين. فبيتعرف هيراجي على الزي اللي الواد لابسه ده واللي بيكون زي مدرسه سان الاعداديه، وبيزعق فيه وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ تعال هنا بسرعه. ولكن الولد ما بيلحقش وبيقع على الارض، ولسه العيال هيمسكوه بنلاقي احلى تدخل للثنائي المجنون بتاعنا. فبيخاف نيري وبيقول اننا كده على ارض العدو وده معناه ان احنا اللي بدأنا الهجوم. فبيقول له ساكورا انت غلطان،
ده واحد مننا، يعني هم اللي بدأوا اساسا الهجوم علينا. وبيقول بعدها لكيوتارو انه هيتصرف معاهم ويرجع هو، ولكن كيوتارو بيتجاهل كلامه. ووقتها الاتنين دول بيفضلوا يتريقوا على صاحبهم اللي وقع من ضربة واحدة. فبيتفاجأ ساكورا وبيقول لهم هم بيعملوا كده ليه؟ مش هم من نفس الفريق برضو ولا ايه؟ وبيقطع تفكيره ده واحد بيجي وبيقول لهم ايه اللي بيحصل هنا. والولدين اول ما سمعوا كده بيترعبوا وبينحنوا له كمان على طول. فبيقول هيراجي انا مش مصدق لان الشخص ده هو اللي ظهر، والشخص ده بنعرف انه يبقى الراجل التاني في شيشتورين واللي بيكون اسمه جو تاجامي. وبيقول جو احنا ليه عندنا ناس من بوفورن هنا؟ ولما بيبص على صاحبه بيقول له ايه اللي عمل فيك كده يا ولا؟ فبيقول ساكورا ايه مشكلة الشخص ده؟ ووقتها بيتقدم هيراجي وبيقول له انه كان بيطارد حد من عندنا، وبيتعرف على جو وبيسلم عليه. الواد ده مستفز قوي بصراحة، وبيضحك بعدها ضحكة خبيثة كده وبيقول لهم معنى كده ان انتوا اللي عملتوا فيه كده. وبيتفاجئوا كلهم، وساكورا بيقول ان الشخص ده الظاهر انه مسلي شويتين. فبيقوم الولد اللي اتضرب وبيقعد يصيح وبيقول لهم ان القواعد بتنص على ان محدش يتدخل في ارض التاني. ولكن قبل ما يكمل كلامه جو بينزل بالازاز على دماغه وبيمسكه بعدها وبينزل ضرب فيه وبيقول له ارضنا ايه؟ انت خسرت خلاص، وده معناه انك ضعيف، وانت عارف طبعا ده معناها ايه. وبيزعق بعدها هيراجي وبيقول له يوقف كده علشان ده زميلك برضه. فبيقول له جو انت قصدك مين؟ وهنا بيقلعه ازاي وبيقول له الشخص ده خسر، وده معناه انه مش من شيشتورين. فبيسخر ساكورا منه وبيقول له انصار القوه دي نكته مش كده؟ كونك تضرب الضعفاء فدي مش قوه ابدا. وبيقفوا قدام بعض وبيقول له وانا اللي كنت فاكرك مسلي، ده انت خيبت امل يا عم. وبيقعدوا يهزقوا في بعض شويه. فبيقول له جو انه هيسحقه في مكان تاني غير ده، وبيعرفه برضه انه مش هينسى وشه ابدا. وبعدها بيتعصب الباقي منهم لانهم بكده ممكن يدخلوهم في حرب معاهم، ولكن هيراجي بيعتذر لهم لانه كان المفروض يكون هو اول واحد يتدخل، وده يبقى عكس اللي عمله. وبعدها بيقول للولد اللي بسببه حصل كده يجي معاهم علشان يشرحوا كل ده لأوميميا. وبيطلعوا لمكانه فعلا، وبيظهر قد ايه هيراجي متوتر على الاخر، وكلهم بيتساءلوا اي نوع من الاشخاص يبقى أوميميا. ولما طلعوا لقوا المكان ولا اروع، وهناك بيلاقي أوميميا قاعد بيزرع ومطر الطراوه. بتبدأ حلقتنا النهارده وبنلاقي ساكورا وفريقه بيقابلوا الزعيم أوميميا، وبيقرب هيراجي منه وبيعرفوا ان عندهم مشكله. وساعتها أوميميا بكل ثقه بيقول له انا عارف كل حاجه من غير ما تتكلموا. وفي اللحظه دي ساكورا وفريقه بيبقوا مندهشين جدا انه عارف المشكله اللي لسه حاصله في الشارع من شويه، لدرجه ان ساكورا بيفتكر ان أوميميا مخاوي جن او حاجه علشان المعلومات اللي وصلت له بسرعه البرق دي. ومره واحده أوميميا بيهزر مع هيراجي وبيكون شخص لطيف جدا وبيسأله بيقول له تحب تاكل ايه يا حبيب قلبي احضره لك على العشاء. وطبعا ساكورا وزمايله بيتفاجئوا من معاملة أوميميا مع هيراجي، لدرجة ان واحد من الفريق بيمسك ساكورا من التيشيرت بتاعه وبيقول له يستحيل يكون ده أوميميا رئيس المدرسة اللي هيحل مشكلتنا. وساعتها أوميميا بياخد باله وبيتكلم مع فرقة ساكورا وبيعرفهم الخضار اللي بيزرعه في الجنينة، وبيكون زارع انواع كتيرة ومختلفة زي الطماطم والفلفل الاخضر والبتنجان والخيار والبامية. والله زي ما بقول لكم كده ده زرع فوق سطح المدرسه باميه. وطبعا كل الخضار اللي زرعه بيبقى من الانواع الفريده من نوعها. وفرقه ساكورا بيكونوا متضايقين جدا لان أوميميا مش مبطل كلام عن الخضار من ساعه ما قابلهم، وزي ما يقولوا كده مسك الحديده وما سابهاش. وساكورا بيحاول يحاجم أوميميا وبيقول له ان كل الخضار اللي هو زرعه اساسا شبه بعض ومفيش حاجه مختلفه فيهم. وطبعا أوميميا بيحس انه اتهزق في منطقته، فبيحلف له بالله ان الخضار اللي زرعه في البستان بتاعهم من الانواع الفريده اللي مستحيل حد يزرع شبهها ابدا. ومره واحده أوميميا بيمسك الزرعه اللي زرعها وبيدعي ربنا انه يرزقه بوفره في المحصول عن السنه اللي فاتت. وساعتها بنشوف ساكورا بيسال نفسه عن السر اللي مخلي الناس تحب أوميميا وتعجب بيه. وبعدها بنلاقي الشاب ساساكي منفعل جدا وبيتكلم مع أوميميا علشان يحكي له كل اللي حصل، وبيعرفه انه شاف لص في السوق وفضل يطارده لحد ما وصل لمنطقه شيشتورين، بس اللصوص اللي هناك اتلموا حواليه اما هو فحاول يهرب منهم. واللصوص فضلت تطارده لدرجه انه افتكر انه ميت لا محاله. وبيكمل ساساكي كلامه وبيقول ان ساكورا وزميله اللي في الفريق هم اللي انقذوه من ايد اللصوص. وبنلاقي ساساكي بيبكي بحرقه كده وبيتاسف لأوميميا لان بسببه هيحصل صراع مع لصوص منطقه شيشتورين. اما أوميميا فبينادي على ساساكي باسمه، وساعتها ساساكي بيكون متفاجئ ان أوميميا عارفه. وهنا بنشوف أوميميا بيقول له انت خلقت صراع من لصوص منطقه
فرقة شيشتورين، ولكن في المقابل انت انقذت المدينة بتاعتنا كلها. وبيطلب منه انه يهدى وبيعرفه ان مفيش داعي للاعتذار، وبيقول له سيب موضوع اللصوص ده عليا وانا هتصرف فيه بمعرفتي. وبعدها اوميميا بيسأل ساساكي وبيقول له احكي لي بقى ساكورا وصاحبه دول انقذوك ازاي من اللصوص. فبيجاوبه ساكورا وبيقول له بص يا ريس، هما في الاول ركلوا واحد من اللصوص ركله قويه جدا وقعوا على الارض. وساعتها اوميميا بينفجر من الضحك لما بيعرف ان ساكورا استخدم الركل في ضرب اللص ده لدرجه انه بيشفق عليهم. ومن ناحيه تانية بنلاقي هيراجي بطنه وجعاه بسبب الاكل، وبيقول لاوميميا ان هو كمان كان معاهم لما ركلوا اللص ده، وبيعترف له انه غلطان وانه خجلان انهم استخدموا الركل في ضرب اللص. فاوميميا بيطلب من هيراجي انه ما يلومش نفسه على اي حاجه حصلت، وبيقول له انا اللي طلبت منك تراقب الاتنين دول فما تزعلش خالص من اي حاجه. في نفس الوقت ده بيظهر شاب من فرقه ساكورا وبيعرف اوميميا ان اللي خلص المهمه هو ساكورا مش هيراجي. وساعتها ساكورا بينفعل عليه وبيقول له يا عم اسكت بقى وما تتكلمش على الفاضيه والمليانه كده. فاوميميا بيسال ساكورا وبيقول له هو انت عملت معاهم مشكله يا صاحبي الصغير ولا ايه؟ فساكورا بكل حماس وقوه بيقول له الناس اللي انا ضربتهم كانوا بيستخدموا قوتهم وبيضربوا كمان الناس الضعيفه، وعلشان كده هو اهانهم وقال عليهم ان هم ناس سخيفه. فاوميميا بيقول له ده بقى كل اللي حصل ولا في حاجه تانية؟ فساكورا بيرد عليه وبيقول لا خلاص كده كل حاجه. وساعتها اوميميا بيطبطب بايديه على راس ساكورا وبيقول له تصدق يا ساكورا انت عندك حق، انا بقالي فتره برضو بقول عليهم ناس سخيفه جدا. ومره واحده بنلاقي اوميميا بيشكر ساكورا لانه دافع عن ساساكي وحمى عيلته، وبيعرفه انه كسب اخ جديد يقدر يثق فيه في اي وقت. وفي اللحظه دي ساكورا بيحس انه مطمن وهو مع اوميميا، وعلشان كده بيعرف سر انجذاب الناس لاوميميا وبيكون ان هم بيحسوا معاه بالامان. وفجاه بنلاقي ساكورا بيشيل ايد اوميميا من على راسه وبيقول له من امتى بقى واحنا اخوات؟ ده انا لسه يا راجل عارفك من دقايق. فاوميميا بيرد عليه وبيعرفه انه بيتعامل مع الناس كلها في منطقته ان هم عيله واحده. وبعدها هيراجي بيجي له مكالمه على تليفونه من كاجي، ولما بيكلمه بيلاقيه مش بيرد عليه. وفي نفس الوقت ده بنلاقي قائد شيشتورين تشوجي تومياما وبيبقى في الشارع ومعاه ميكروفون كبير وبيسحب وبيسحل كاجي على الارض، وبينادي كمان على اوميميا وفرقه ساكورا وبيعرفهم كمان على نفسه. وبنشوف تشوجي بيطلب من اوميميا انه يخرج من مكانه ويقاتله هو وكل اللي معاه. وساعتها بنلاقي واحد من فرقه ساكورا بيكون خايف جدا ومرعوب ان فرقه شيشتورين جايين وعايزين يقتلوهم. وبنشوف ساكورا بيعرف ان الراجل التاني في فرقه شيشتورين اسمه جوتوغامي، وبيعرف كمان انه اقوى بكتير من تشوجي. ومره واحده بنلاقي ساكورا بيكون فرحان جدا لانه لقى شخص قوي جدا علشان يواجهه. وبعدها اوميميا بيستعد وبيلبس الجاكيت بتاعه وبينزل الشارع علشان يواجه فرقه شيشتورين، وبنلاقي فرقه ساكورا بتنزل معاه. فاوميميا بيطلب من فرقه ساكورا ان هم يفضلوا في اماكنهم ومحدش يتدخل في المعركه اللي هتحصل ما بينه وبين فرقه شيشتورين. بس بنلاقي ساكورا بيعترض على كلامه وبيطلب منه انه يتدخل معاه في المعركه. وساعتها اوميميا بيقول له انا مش هكرر الكلام مره تانية وعايزك تسمع الكلام من غير اي اعتراض. وفجاه ساكورا بيحس انه بالفعل خايف من اوميميا وان كلامه اثر فيه وبيكون فعليا مش قادر يتحرك من مكانه. اما اوميميا فبيرحب بتشوجي وبيطلب منه يسلمه كاجي. وساعتها ساكورا بيشوف تشوجي بيضحك كده وهو بيتكلم مع اوميميا وبيعرف ان تشوجي ده شخص قوي جدا ولا يمكن اي حد يستهين بقوته. وتشوجي بيعرف اوميميا ان هم كده خالصين وبيقول له ان هم ضربوا واحد من عندهم زي ما اصحابه ضربوا واحد من فرقته. وبنلاقي تشوجي فرحان جدا وعمال يلف حوالين اوميميا وبيعرفوا ان هم بكده متعادلين وشيل ده من ده يرتاح ده عن ده. فاوميميا بيقول له انا مش بنكر ان فريقنا هو اللي غلط الاول في حق فرقتك وانك كمان قدرت تنفس عن غضبك وضربت عدد كبير من رجالتي وكده بنعتبر ان الامر متعادل ما بيننا. وبعدها بنلاقي اوميميا وتشوجي واقفين قصاد بعض ومره واحده تشوجي بيجري باقصى سرعه في اتجاه اوميميا وبيضربه برجله، ولكن اوميميا بيقدر يتفادى ضربته بكل سهوله وبيعرفه انه لسه سريع في حركاته وهجومه. فبنشوف تشوجي بيبعد عنه وبيقول له يلا بقى يا معلم الدور جه عليك ورينا شطارتك في الهجوم. فاوميميا بيساله بيقول له ما تجيب من الاخر وتعرفني انت ليه ميت على القتال بالشكل الاوفر ده. فتشوجي بيرد عليه وبيقول له انا مش عايز القتال انا عايزك انت. وبيعرفه انه من وقت ما بقى رئيس شيشتورين وهو حاسس بالملل ومفيش حاجه جديده يعملها. وبنشوف تشوجي بيكمل كلامه وبيقول لاوميميا انت كمان رئيس فرقتك بس طول الوقت انت مبسوط وفرحان وبتضحك من قلبك على عكسي تماما. وعلشان كده بيعرفه ان ده مفهوش اي نوع من انواع العدل وبيوضح له انه بسبب ده فعايز يحتكر فرقه اوميميا لنفسه
هي وكل اللي فيها. فأوميميا بيقول له انا دلوقتي بقى فهمتك، انت اكيد الفترة اللي فاتت واجهت صعوبات في حاجات كتيرة جدا. ولكن تشوجي ما بيكونش فاهم قصد أوميميا ايه. وفي اللحظة دي بيظهر مجموعة من فرقة تشوجي وبيقربوا منهم وبيعرفوا أوميميا انه ما ينفعش يتكلم مع الزعيم بتاعهم تشوجي بالشكل السخيف ده. وبعدها بيقرب زمايل تشوجي بقيادة جو توجامي علشان يبدأ المعركة مع أوميميا. وبنلاقي ساكورا واصحابه في الفريق بيقربوا من أوميميا علشان يستعدوا لمواجهة فرقة شيشتورين. فأوميميا بيطلب منهم يرجعوا لمكانهم ويستنوه لحد ما يخلص الموضوع مع فرقة شيشتورين. ولكن ساكورا بينفعل على أوميميا وبيقول له انا مش هينفع اسيبك تواجههم لوحدك. وساعتها تشوجي بيطلب منه انه يشارك في قتال فردي. فجو توجامي بيقرب منه بيقول له للاسف مش هينفع تدخل في قتال فردي في المكان هنا. وبيشاور له كمان على المدرسة بتاعت أوميميا. وبنلاقي عدد كبير من الطلاب موجودين ومستنيين اشارة بس من أوميميا للهجوم على فرقة شيشتورين. فأوميميا بيطلب ان مفيش حد يتحرك من مكانه غير باذن منه. وبيقرب من تشوجي وبيوافق على طلبه وانه يواجهه في مباراة فردية ما بينهم. وبنشوف افراد من فرقة تشوجي وفرقة ساكورا بيحصل ما بينهم مشادات كلامية. وساعتها بنلاقي جو توجامي بيهديهم وبيطلب من تشوجي انه يكمل المباراة الفردية في يوم تاني علشان الدنيا بقت ليل وده هيكون فيه صعوبة في الرؤية. ولكن تشوجي بيصمم على رأيه وبيطلب من أوميميا انه يعمل قتال جماعي ما بين الفرقتين في وقت واحد. فأوميميا بيستغرب جدا من اقتراح تشوجي ده. وبنشوف توجامي بيعرفهم ان دي فكرة ممتازة لان كلهم هيشاركوا في القتال الجماعي ده. وبيبدأ كمان في توزيع القتالات وتشوجي هيواجه أوميميا وجو توجامي هيواجه ساكورا. وبيتوزع باقي افراد فريق شيشتورين على باقي افراد فرقة ساكورا. وأوميميا بيطلب من تشوجي ان القتال يقتصر عليهم هم وبس. ولكن تشوجي بيرفض وبيقول له كمان ان هم ممكن يبدأوا القتالات كلها في نفس الوقت. وساكورا بيعرفه انه موافق على اقتراحه لانه هيكون ممتع بالنسبة له. وبعدها بيظهر واحد من فرقة شيشتورين اسمه ساكي وبيطلب كمان انه يواجه هيراجي. وساعتها بنلاقي هيراجي بيطلب من أوميميا انه يشارك معاهم هو كمان. وبكده بنلاقي ان في 5 من فرقة أوميميا هيواجهوا 5 من فرقة تشوجي. وبنروح بعدها لمقهى بوثوس وبنشوف ساكورا وفرقته موجودين هناك وبيتعشوا. وبنعرف ان القتال هيبدأ بكرة ما بين أوميميا وفرقة تشوجي. وساعتها بنشوف نيري منفعل جدا ومتضايق بسبب ان ساكورا ورطهم في قتال مع فرقة شيشتورين. وبنلاقي الفتاة كوتوها بتقدم الاكل لنيري وبتطلب منه انه يهدى خالص وياكل كويس علشان يعرف يفكر كويس. ونيري بيفكر لو ان أوميميا خسر بكرة في القتال من تشوجي ايه اللي ممكن يحصل. فساكورا بيعرفوا ان ساعتها بو فورن هيتم السيطرة عليها من فرقة شيشتورين. وكوتوها بتحاول تطمنهم وبتعرفهم ان الدنيا هتعدي بخير خالص وبتطلب منهم ما يتوتروش لان أوميميا قوي جدا وقادر يتصرف في المواقف الصعبة اللي زي دي. وفي الوقت ده بنلاقي ساكورا بياكل بسرعة جدا وعايز يتحرك من المكان. فزمايله بيعرفوه ان أوميميا قال لهم انه هيبعت لهم ناس من فريقه علشان توصلهم بعد ما يتعشوا. وبعدها بيوصل ساكي للمطعم وبيقابل كوتوها وبيعجب جدا بتسريحة شعرها وبيعرفها كمان انه هيسلمها في الصيف مجموعة من المزروعات اللي أوميميا زارعها. ومن بعيد ساكورا بيكون قاعد وبيراقب الموقف وبيبقى منفعل جدا وغضبان لانه بيحس ان ساكي بيحب كوتوها. وساعتها كوتوها بتسمعه وبتقول له ان تفكيره غلط جدا وبتطلب منه ما يكونش غبي كده. فساكي بيرد عليه وبيقول له ما تخليش خيالك يسرح يا برنس. ومرة واحدة بيفاجئوا بيعرفوا ان كوتوها تبقى اخته الصغيرة. فساكورا بيكون مش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل خالص. وكوتوها بتقول له انها هي وساكي اتربوا في نفس السكن مع بعض وهم صغيرين. وساعتها بنلاقي ساكورا اطمن وقلبه استريح لما عرف الحقيقة. في نفس اللحظة دي بيكون هيراجي موجود في المكان وبيعرفهم ان أوميميا بيحب كوتوها جدا ولو عرف انها تعرضت لاي اذى هيزعل اللي ضايقها جامد جدا. وهنا بنلاقي ساكورا بيخاف من كلام هيراجي. وبعدها بنلاقي هيراجي قاعد مع ساكورا واصحابه وسرحان. وواحد من فرقة ساكورا بينادي عليه علشان ياكل ولكن هيراجي بيعرفه انه كان بيفكر في فرقة شيشتورين من قبل كده. ومرة واحدة ساكورا بيفتكر كلام أوميميا معاه لما كان بيقول له ان فرقة شيشتورين بقوا سخفة على عكس الاول. وبنلاقي ساكورا بيسأل هيراجي وبيقول له هل هم فعلا كانوا مختلفين زمان يعني عن دلوقتي؟ فبيرد عليه هيراجي وبيقول له ان فرقة شيشتورين كانت زمان بتدور على القوة في القتالات وبس وان كان في وسطهم ناس سريعة في انفعالاتها ولكنهم ما كانوش بيطاردوا طلاب الاعدادية ولا بيأذوهم. وبيكمل هيراجي كلامه وبيقول لهم ان في مرة كده حصل اشتباك ما بين فرقة شيشتورين وطلاب الاعدادية وكان الاشتباك عنيف جدا وممتع في نفس الوقت. وبعدها بنعرف ان تشوجي اول ما بقى القائد بتاع فرقة شيشتورين بدأوا يستخدموا
قوتهم في الاعتداء على الناس. وساعتها هيراجي بيكون مستغرب السبب اللي وصل فرقة شيشتورين للشكل ده، وبعدها هيراجي بيعرفهم ان هم بكره هيتكلموا كلهم مع فرقة شيشتورين. فواحد من فرقة ساكورا بيقول له ان بكره ميعاد القتال ومفيش مجال للكلام، ولكن هيراجي بيقول له ان القتال هو عبارة عن محادثة ما بين الخصوم، لان ممكن من خلال قبضة الايد تعرف مدى قوة الخصم اكتر من القتال باللكمات، ومفيش حد هيقدر يفهمها غير المقاتلين وبس. وفي الليل بيخرج الجميع من المطعم، وبنشوف كاجي بيشكرهم لانهم انقذوه من فرقة شيشتورين، وبيقول لهم انه كان مستني الفرصة المناسبة علشان يشكرهم. وبعدها ساكورا بيتحرك في الشارع لوحده، وبيفتكر كلام هيراجي لما قال له ان المعركة هي المحادثة وان القبضة هي اللغة، وبيقول لنفسه انه عمره ما فكر في الموضوع من وجهة النظر المختلفة دي. وتاني يوم الصبح اومينيا وساكورا وفرقته بيوصلوا للمكان اللي هيقابلوا فيه فرقة شيشتورين لمواجهتهم. وساكورا بيقول لنفسه انه عمره ما قاتل قبل كده لصالح شخص تاني غير نفسه بس، وبيكون مش عارف ايه السبب اللي خلاه يعمل كده، ولكن بيبقى متأكد ان المرة دي حاسس بثقة وانه مستحيل يخسر التحدي ده. ولما بيوصلوا كلهم بيلاقوا افراد فرقة شيشتورين مستنيينهم في المكان اللي هيحصل فيه القتال، وبنشوف تشوجي بيرحب بيهم جدا وبيطلب منهم يدخلوا لساحة القتال. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل القتال هيستمر ولا في حاجة مختلفة ممكن تحصل؟ كل ده واكتر هنعرفه في الحلقة الجاية. اكتبوا لي بقى يا اصدقائي في الكومنتات ايه اكتر جزء عجبكم في حلقة النهاردة، واكتبوا لنا كمان تخميناتكم وتوقعاتكم للاحداث اللي جايه، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من عندنا اول باول. اشوف بقى وشكم على خير يا ابطال. سلام.